اهلا يوتيوب، عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بخير. فكرة فيديو النهاردة ازاي ان انا احل نصوص تمام، يكون مستوايا في حل النصوص يكون كويس، وازاي بس احل نصوص وازاي اجيب درجة كويسة في النصوص. واكيد طبعا هقول لكم الاول نصايح وبعد كده هنطبق عملي مع بعض، وهي ان احنا بنمسك النص كده كلمة كلمة نشرح الكلمة دي. مش شرط كل كلمة نبقى عارفينها، طبيعي جدا يا جماعة في مصطلحات او في كلمات ما نبقاش عارفين معناها. المفروض ان احنا بنحاول ان احنا نفهم المعنى كده العام بتاع الجملة قبل اساسا ما احل الاسئلة، ان انا ابقى فاهم مرة واتنين تمام. وبعد كده في المرة الاولى بقعد ان انا افسر كل كلمة، مش شرط اكتبها بس اكون فاهمة معناها، وبعد كده اشوف المعنى العام بتاع النص، وبعد كده ببدأ مساحة معانا وهي ما بطلع الكلمات اللي انا مش فاهماها وبفهمها او مش شرط اكتبها، المهم ان انا فهمت معناها. كده بكتب مثلا استعارة مكنية، استعارة تصريحية، بشوف العلاقة بين الجمل وتفصيل واجمال وتعليل، عشان الحاجات دي لما بطلعها بتيجي بعد كده في الاسئلة، فبكون اساسا مجهزاها. وانتوا هتفهموني اكتر لما نيجي نطبق مع بعض عمل. احنا مع بعض اهو دلوقتي هوريكم عملي. نجيب الاسئلة كده. بصوا احنا بنجيب قراءة، عايزين نجيب ايه؟ النصوص. تمام، حل على النصوص. يا جماعة عايزة اقول لكم حاجة كمان، تالت نصيحة هقولها لكم دلوقتي، هي الصفحتين دول في كتاب الامتحان. انا هقرا لكم كده بسرعة. نواتج تعلم مجال النصوص. عزيزي الطالب، عند تناولك اي نص ادبي لابد ان ينتهي بك الامر محققا ناتجين، وهو الفهم والتذوق. الفهم ان انا بكون فهمت مضمون النص ايه، والتذوق ان انا ايه الحكمة اللي انا اخدها. عليك ان تتخذ هذين الناتجين منهجا لك في حياتك العامة. اهو شفتوا ان انا اي نص بيبقى ليه هدف. طب الهدف ده ايه؟ ايا كان بقى النص ده بيتكلم نصايح في الزواج او عن المذاكرة او عن الحياة او كده، فالمفروض ان انا النصايح دي بطبقها في حياتي العملية، بستفيد بيها، وهي دي نواتج التعلم يعني عامة، حتى تكون لديك رؤيتك الخاصة وشخصيتك المستقلة عن الآخرين. مجال النصوص أنا مش مجرد بكتب أو بتعلم النص ده عشان أكتبه في الامتحان وأخد الدرجة وأطلع خلاص، لأ. أنا بتعلم النصوص دي عشان أخد الحكم دي والنصايح دي في حياتي العملية، وأقدر أبني شخصيتي ويكون عندي شخصية مستقلة عن الآخرين ورأي. وده أساسا يعني هدف التربية والتعليم، ان انا بطلع متعلم وبطلع عندي شخصية كاتب، ان انا بحدد الفكرة بتاعت الشعر واتجاه الفكري، هو ايه الفكرة اللي هو عايز يوصل نص وكده. استخدام سمات شخصية الشاعر، ان انا اقدر احدد من خلال النص شخصية الشاعر عاملة ازاي. صفحة 166 و 167. تطبيق شامل على نواتج التعلم خاصة بفهم النص. طيب أول حاجة قال لي إذا جاوز الاثنين سرا فإنه ببث وتكثير الأحاديث قمين، الخلان سر فإنني كتوم لأسرار العشير أمين، أجود بمكنون التلادي وإنني بسرك عمن يبتغي لضنين، فعندي له يوم إذا ما ضمته مكان بسوداء الفؤاد مكين، فهذا كما قد تعلمين وإنني لجلد على ريب الخطوب متين، أمر على الباغي فيغلظ جانبي وزوجت يحلو جانبي ويلي. طيب احنا قلنا ان احنا نحاول نفهم معنى كلمات واحدة واحدة. إذا جاوز الاثنين سرا، إذا جاوز يعني هنا ايه؟ تخطى. جاوز الاثنين سرا يعني لو في سر اتخطى اتنين في واحد تالت، فإنه بيبسن وتكسير الأحاديث قمين، يعني هيطلع بره. فاهمين؟ عارفين انتوا اللي هو ايه؟ بينهم سر ودخل بينهم واحد تالت فهيقول السر ده، هو ده اللي عايز يقوله. فإنه بيبسن وتكسير الأحاديث كمان. طبعا عايزة أقول حاجة، بس لو أنا قلت معنى مش صح أو كده، أنا بحاول أهو معاكم على الكاميرا إن أنا أفهم معنى النص كده ونحل مع بعض، عشان أعرفكم بس طريقة إيه حل النصوص وإزاي أتدرب على النصوص وأكون شاطر فيها. تمام. فإنه بيبسن وتكسير الأحاديث كمان يعني هيتبس هيتقال في شوكتها. وإن ضيع الخلان اللي هم الأصحاب لو ضيعوا سرا من لأسرار العشير أمين. هو الشاعر هنا بيقول ان هو كتوم للاسرار عشير امين، يعني هو مش بيقول الاسرار، هو شخص امين ما بيضيعش الاسرار. وجوده بمكنون التلادي، واللي هو ايه؟ ان هو مش بيقول سر وكده، وان هو شخص امين. فعندي له يميز من بين البدائل التالية مرادة في كلمة بس في البيت الاول. طيب اذا جاوز الاثنين سر فانه بيبسم. بس اتبس يعني 12، وحتى كاتب لي الإجابة أهل جيم اللي هو النشر. طيب عبر عن المضمون الأبيات بأسلوب أدبي. تمام. يوضح الشاعر أن كل سر يتداول أهو بين أكثر من اتنين،
فمصير الزيوع والانتشار ان هو هيتقال، ولكنه ككل امين يحفظ السر في عمق فؤاده ويجوز. ماشي. حدد ما يلي عنوان الأنسب الأبيات السابقة: حفظ الأسرار، الصبر على الشدائد، التحلي، فخر بالخلال الكريمة. الخلال اللي هي الخصال أو الصفات. تمام. ماشي، احنا كده جبنا نص صغير خالص، هنجيب نص كبير شوية عشان بس اعرفكم ايه الطريقة اللي احنا بنحل بيها. السر في ان انا اكون شاطر في النصوص ان انا احل كتير، لان الحل الكتير بيخليني احدد الاسئلة اللي انا مش عارف احلها، فبسأل المدرس بتاعي عليها او مدرس الفصل او المدرس اللي باخد معاه درس، فبعرف احل. يعني بعرف الغلط فين او بعرف الحاجات اللي انا مش عارفها، بحدد نقاط القوة والضعف. فنقاط الضعف بقولها للمستر فبيعرفني ازاي احلها، فانا كده حل المشكلة. طيب يا جماعة، انا مش عارفة الصراحة عندكم هتبقى صفحة كام، بس انا صفحة 188. قال لي اسئلة تجارب الحياة. قال لي اسئلة نماذج نصوص متحررة محتوى. بصوا فيه بقى اهو كتير قوي نقدر نحله. يا ريت كل ده ان احنا نستغله كويس جدا. وسبيل الرشاد برضو بعدين، يعني بعد كل نص في تدريبات، مش في تدريبات للنص نفسه اسئله، وفي تدريبات لغير نصوص تانية يعني وكده. فالافضل ان احنا نتدرب فيها ونحلها كلها، لان ده اللي هيخلينا شاطرين في النصوص. اللي قال عنترة بن شداد، طبعا احنا عارفين ان هو كان المفروض شاعر من الشعراء الجاهليين اللي احنا خدناهم في درس المعلقات. الى ضرب السيوف القوادب واصبوا الى طعن الرماح للواعب، لعمرك ان المجد والفخر والعلا ونيل الاماني وارتفاع المراتب، لمن يلتقي ابطالها وساراتها بقلب الصبور عند واقع المضارب، ويبني بحد السيوف مجدا مشيدا على الفلك العلياء فوق الكواكب، ومن لم يروا رحمة من الدم على اشتبكت السمر القنا بالقوادب، يعيش كما عاش الذليل بغصة وإن مات لا يجري دموع النوادب. يحن إلى ضرب السيوف القوادب، يعني هو يحن إن هو يدخل في حروب تانية، بما إن احنا عارفين إنه كان عنترة بن شداد هو كان الفارس من أقوى الفرسان شجعان في القبيلة بتاع قبيلة عبس. تمام. واصبوا إلى طعن الرماح اللواعبي. الصبا اللي هو تقريبا الشوق. اهو الى طعن الرماح، ان هو يعني هو مشتاق للايه للحرب وكده، ان هو يدخل في حرب. لعمرك ان المجد والفخر والعلا. بيقول ان الفخر ينول الاماني وارتفاع المراتب، ان هو ينول اماني الاحلام بتاعته، وارتفاع المراتب ان هو مكانته المرتبة اللي هو المكان. انا بحاول افهم معنى النص، وحتى لو قلت معاني غلط انا بحاول ان انا اهو احل عشان اعرفكم طريقة الحل وكده. ويبني بحد السيف مجدا مشيدا، ان هو بالسيف بتاعه لما بيكسب حرب هو بيعمل مجدا مشيدا، بيعمل مكانة ليه او مجد مشيد، حاجة مجد ليه مبني من خلال سمعته يعني في الحرب، ان هو بيكسب على طول وكده. يعني يعيش كما عاش الذليل بغصة وان مات لا يجري دموع النوادب. قال يعني ان هو اللي مش بيدخل في حرب ويدافع عن نفسه وكده وبيبقى خايف يعيش ذليل بغصة، وإن مات لا يجري دموع النوادب. مفيش حد لو مات هو محدش بيعيط عليه، لأن هو كان شخص ذليل وشخص خواف، فمحدش بيعيط عليه وكده أظن. يعني المراد بكلمة الغصة في البيت الأخير، المفروض إن الغصة هي الإيه الألم والحزن. تمام. السؤال الثالث: مصدر الموسيقي في البيت الأول. طب نقرا البيت الأول: أحن إلى ضرب السيوف القواذب وأصبو إلى طعن الرماح اللواعبي. المفروض إن هو تصريح. ماشي. عشان هنا بيقول لي القواضب واللواعب اتفاق الشطرين البيت الأول والأخير في الحرف. تمام، اللي هو القواضب واللواعب. طيب نوع البديع في البيت الأخير: يعيش كما عاش الذليل بغصة وإن مات لا يجري الدموع النوادب. المفروض مقابلة ليه؟ بيقول لي يعيش كما عاش الذليل بغصة، هنا بيقولوا يعيش. تمام. وقال لي في البيت التاني وإن مات لا يجري الدموع النوادب، هنا يعيش وهنا يموت كده. فده المفروض ان هو مقابل. بيقول لي يرى عنترة ان المجد والرفعة لا يتحققان الا السري على نهج الأجداد. لأ، حاجة تتعلموا طريقة حذف الإجابات لأن دي بتسهل عليكم. الموت من أجل المحبوبة، لأ ما جابليش سيرة المحبوبة أساسا. مجاراة الأقران في النزال، لأ برضو. المفروض ان هي الشجاعة والثبات أمام الأعداء، ان هو بيقول ايه ولم يروا رمحة من الدم عدا، وإذا اشتبكت السمر القوى
القنا بالقوادب يعيش كما عاش ذليلا بغصة، ومن إن مات لا يجري. إنه المفروض لازم يكون شجاع قدام الحرب وما يخافش، وده كان يعني ايه مفهوم النص. سمات الشخصية العنترة التي اتضحت في الأبيات السابقة: الفروسية والشجاعة، الكرم وإحسان الجار. لا، هنا كان كله بيتكلم عن انه ايه ما تخافش وانا احن الى ضرب السيوف القوادمي. كل ده كان بيتكلم عن الفروسية والايه والشجاعة. طيب وكده بقى اي حاجة لقينا فيها مشكلة او مش فاهمينها عن فيديو على اليوتيوب، ممكن نسأل المدرس في المدرسة لو بنروح المدرسة، او نسأل المدرس اللي احنا بناخد معاه الدرس وكده عشان يحل لنا المشكلة دي وتبقى الدنيا تمام. وبس كده، بتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب. عايزاكم تعملوا لي فولو على الانستجرام يا جماعة، عشان احنا عايزين يزيد على الانستجرام، وان شاء الله هكون متفاعلة معكم هناك. وبس كده، باي باي.